ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده ان شاء الله هنعمل طريقه وصفه عمايل فراخ، طريقه سهله وجميله قوي. هنعملها مشويه في قلب الفرن. دي فرخه متقطعه، معايا هنا 3 بصلات متقطعين صغير. كل ما كان البصل بيزيد كان بتبقى طعمها احلى دايما. وطماطمتين متقطعين وسط، وقرنين فلفل على قرن شطه حراق، فصين توم، وربطه من البقدونس. وهنا نص كوبايه ميه، ونص كوبايه خل، وربع كوبايه زيت، معلقتين صلصه طماطم، والتوابل 7 بهارات وكزبره وفلفل وملح وزعتر وكمون، حبهان مطحون وورق لوري وليمونه. دي المكونات بتاعه الفراخ بتاعتنا اللي هنشويها. طريقه سهله ولذيذه. معايا طبق فاضي، هنزل بالبصل كده. البصل هنزل بحبه من التوابل، وندعك البصله كويس عشان تبقى طريه متبقاش ناشفه. هنزل بباقة الخضار، الفلفل والطماطم والبقدونس. هنزل بحبة من الخل. هنزل بنص كوباية مية بس مش كلها، هنخلي بقيتها. وحبة من الزيت، ونقلب كله كويس. هنركن ده على جنب. هنجيب بقى الفراخ ونتبلها ببقية التوابل اللي عندنا. اهم حاجه نتبلها حلو. كده بعد ما تبلت الفراخ كلها، التتبيله ريحتها جميله قوي. معايا كده صينيه هنزل فيها بنص الخضار كله. هنبتدي نفرد الخضار كله في قلب الصينيه كده. خلاص هنرص الفراخ. كده باقة الخضار هنزل بالصلصة، ونص كوباية مية مننا اللي كانت فاضلة، والزيت والحبة الخل، ونقلب كويس. حبايب قلبي خرطنا الثوم ما هرسناهوش، وادي الليمونه. جربوا اول وصفه بتاعتي دي هتعجبكم بصحيح. هنزل بقى على كل واحده كده بالصلصه. بصوا حبايب قلبي، بعد ما اديتها الصلصه كلها هدخلها الفرن. استنوا الشكل النهائي بعد ما تطلع. اهم حاجه هندخلها الفرن، هنعلي عليها النار من تحت لحد ما تغلي، وبعد كده نهدي النار ونرفعها على الشبكه من فوق. وادي صينيه الفراخ الجميله بعد ما طلعت من الفرن. مش قادره اوصف لكم على الريحه وجمالها وحلاوتها. جربوا وقولوا لي ايه رايكم. مستنيه تعملوا لي لايك وشير، تفعلوا الجرس، واللي اول مره يشوف القناه عندي يعمل لي اشتراك حلو ولايك حلو منه. ولو اول مره تشوفوني يا ريت تنوروني. هستنى تجربوا وتقولوا لي ايه رايكم، وجربوا الوصفه بتاعتي دي هتعجبكم قوي. طريقه سهله ولذيذه.
مع السلامة.